بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحباب طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط، أرحب بكم أجمل ترحيب بدرس جديد من دروس مادة الرياضيات المنهج الجديد. وصلت وياكم إلى تمرينات تدرب وحل التمرينات صفحة 66 الخاصة بموضوع قسمة المقادير الجبرية. قسمة المقادير الجبرية. طبعا قبل لا أبدأ أحل هاي التمرينات متفقين أنا وياكم لازم نوصل لل10,000 لايك حتى نفيد أكبر عدد ممكن من الأولاد ونوصل وياهم للإعفاء، بالإضافة إلى نشارك هذا الفيديو إلى كل الأصدقاء والأحباب بالجروبات والقنوات. الجدد اللي دخلتوا للقناة فعلوا زر الجرس واشتركوا بالقناة لأن إعفائكم يمي. طبعا التمرين الأول هو إيجاد ناتج القسمة لكل مما يأتي، علما أنه المقام لا يساوي صفر. أخذ الفقرة 13 والفقرة 14. ناخذ أنا وياكم الفقرة 13 والفقرة 14 نشتغل عليها بشكل تفصيلي. بالنسبة للفقرة 13 12 بي أس 5 على 4 بي أس 5. أنا شنو أسوي؟ أقسم الرقم على الرقم. وكذلك بالنسبة للحروف لازم أتذكر أنه عند القسمة تطرح الأسس إذا كانت الأساسات متشابهة، يعني إذا كانت الحروف متشابهة يعني الناتج يساوي 12 على 4. 12 تقسيم 4 هو 3 بي أس 5 ناقص 2 ويساوي 3 بي أس 5 ناقص 2 هو 3، يعني يطلع الناتج 3 بي أس 3. أما بالنسبة للفقرة 14 نفس الحالة، نقسم الرقم على الرقم. وبالنسبة لقسمة الحروف ما دامها مشابهة فعند القسمة تطرح الأسس، يعني سالب 32 على سالب 8 سالب على سالب موجب 32 تقسيم 8 هو 4. الام تنزل، أقسم أس البسط هنا ناقص أس المقام اللي هو 3 يصير 5 ناقص 3 ان أس 2 ناقص 4 ويساوي 4 ام أس 5 ناقص 3 هو 2 ان أس 2 ناقص 4. ناخذ إشارة الأكبر السالبة ونطرح 4 ناقص 2 هو 2، يعني يطلع الناتج هو 4 ام تربيع ان أس سالب 2. ونقدر نكتبها يساوي 4 ام أس 2 على هذا الأس السالب ينزل للمقام يصير أس موجب ان أس 2. التمرين اللي بعده هو الفقرة 15 والفقرة 16. الفقرة 15 والفقرة 16 ناخذهن أنا وياكم بشكل تفصيلي. طبعا بالنسبة لذن الفقرتين شباب نفس الحالة، نقسم الأرقام على الأرقام والحروف على الحروف. ومن نقسم الحروف على الحروف لازم نفهم ونعرف أنه عند القسمة تطرح الأسس، وبالتالي الناتج يساوي بالنسبة للفقرة 15 أقسم 81 تقسيم 27 راح يطلع لك 3. الإكس تنزل نقول 7 ناقص 7 لأن بالبسط 7 وبالمقام 7. الواي أس 8 ناقص 7. الزد أس 6 ناقص 3 ويساوي 3 في إكس أس 7 ناقص 7 هو 0 والإكس أس 0 هو 1، يعني من كتبه واي أس 8 ناقص 7 هو 1 تقدر تكتب الواحد أو ما تكتبه. زد أس 6 ناقص 3 هو 3، يعني يطلع الناتج 3 واي زد تكعيب. 3 واي زد تكعيب هو هذا الناتج النهائي. أما بالنسبة للفقرة اللي بعدها هو الفقرة 16. عندنا 36 ام أس 5 ان أس 5 على 3 ام أس 6 ان أس 3 ان أس
3. 100% الأحباب هنا راح يكون الناتج كالتالي. تقول 36 تقسيم 3. 3 تقسيم 3 هو 1. 6 تقسيم 3 هو 2. 12 ام أس. شوف عندك ام بالبسط وام بالمقام. اطرح الأسس. 5 ناقص 6 ان أس 5 ناقص 3 ويساوي 12 ام. هنا ناخذ إشارة الأكبر السالبة ونطرح. 6 ناقص 5 1. ان أس 5 ناقص 3 هو 2 ويساوي هاي الام أس سالب 1 نزلها للمقام تصير أسها موجب، يعني يبقى عندك 12 ان تربيع على ام. 12 ان تربيع على ام. و100% شباب يجي مثلا واحد يسأل يقول هنا الام كان أسها 1 وين راح؟ أي عدد أسه 1 أو أي حرف أسه 1 يبقى العدد أو الحرف نفسه ما يتغير. نروح ناخذ أنا وياكم الفقرتين 17 والفقرة 18. ناخذ الفقرتين 17 و18 نشتغل عليهن بنفس الكيفية. يعني عندك 49 ار تربيع في تربيع على 7 ار في. 100% قسم الرقم على الرقم. 49 تقسيم 7 هو 7. ار أس 2 ناقص هاي الار بالمقام أسها 1 في أس 2 ناقص 1 ويساوي 7. ار أس 2 ناقص 1 هو 1، يعني يطلع ار أس 1 واللي هي ار. في أس 2 ناقص 1 هو 1، يعني في أس 1 واللي هي في، يعني راح يطلع الناتج عندنا 7 ار في. أما بالنسبة للفقرة 18 الناتج يساوي الجذر 36 هو 6 اتش تكعيب كي أس 5 على 6 اتش كي ويساوي 6 ويا 6 تختصر. شنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الحروف. 2 ننزل الاتش أس 3 ناقص 1 كي أس 5 ناقص 1 ويساوي اتش أس 3 ناقص 1 هو 2 كي أس 5 ناقص 1 هو 4، يعني يطلع لي الناتج هو اتش تربيع كي أس 4. أما بالنسبة للفقرات 19 والفقرة 20 هنا راح نجي نستعمل التجزئة شباب. لازم نجي نستعمل التجزئة كالتالي. لاحظ بالنسبة للفقرة 19 انطاني سالب ار أس 4 في تكعيب ناقص 4 ار أس 6 في أس 5 على 3 ار تكعيب في أس 5. 100% نجي نجزئ، يعني نقول يساوي انزل خط الكسر سالب ار أس 4 في تكعيب على 3 ار تكعيب في أس 5. الطرح ينزل، انزل خط الكسر الثاني واخذ 4 ار أس 6 في أس 5 على 3 ار تكعيب في أس 5. طبعا 100% شباب راح يكون عندنا كالتالي. الفي أس 5 ويا الفي أس 5 تختصر لأن نفس الحرف والأس بالبسط والمقام. ايش راح يبقى عندك؟ تقول يساوي السالب ينزل، هذا ار أس 4 في تكعيب المعامل مالته أو الرقم مالته 1، إذا تنزل 1 على 3 وتجي تقول عند القسمة تطرح الأسس، يعني ار أس 4 ناقص 3 هو 1. ار أس 1 تكتبه أو ما تكتبه ما يأثر. في أس عند القسمة تطرح الأسس 3 ناقص 5 راح يطلع لك سالب 2، لأن تأخذ إشارة الأكبر وتطرح. ناقصين 4 على 3 الرقم على الرقم. ار أس أطرح 6 ناقص 3 هو 3، وبالتالي الناتج يساوي سالب ار في 1 هو ار على 100%. الفي أس سالب 2 تنزل للمقام، ال3 تنزل تصير 3 في تربيع، لأن الأس السالب تعلمنا إذا نزل للمقام يصير موجب.
ناقصا 4 على 3 R تكعيب، ناقصا 4 على 3 R تكعيب. وبالتالي الناتج مالتنا راح يكون هو 100% سالب R على 3 V تربيع ناقصا 4 R تكعيب على 3، 4 R تكعيب على 3. الفقرة 20 نجي نشتغلها أنا وياكم بشكل تفصيلي وكالتالي. لاحظ عندك 6W أس 5، 6W أس 5 Z تربيع زائد 9W تربيع Z تربيع على 3W أس 5 Z تكعيب. 100% تجزء، تجي تقول 6W أس 5 Z تربيع على 3W أس 5 Z تكعيب، ما بعد تقول زائد 9W تربيع Z تربيع على 3W أس 5 Z تكعيب. 100% نجي نختصر 3 بيها 1 والستة بيها 3. W أس 5 تروح ويا W أس 5. ايش بقى عندك؟ تقول 3 على 1 هو 3. هنا الحروف مشابهة بالبسط والمقام، لذلك عند القسمة تطرح الأسس. Z أس 2 ناقص 3 زائدا 9 على 3 هو 3. W أس 2 ناقص 5 Z أس 2 ناقص 3. 100% الناتج يساوي 3 Z أس 2 ناقص 3. تأخذ إشارة الأكبر السالبة وتطرح 3 ناقص 2 1 زائدين 3W أيضا تأخذ إشارة الأكبر السالبة وتطلع 5 ناقص 2 هو 3. Z أس 2 ناقص 3 تأخذ إشارة الأكبر السالبة وتطرح 3 ناقص 2 هو 1. الخطوة الأخيرة اللي تسويها حبيبي وليدي وبنيتي 100% تقول يساوي شكو السالب نزله مقام يصير موجب، يعني 3 على Z أس 1 هو Z زائدا 3 على، لاحظ W سالبة الأس سالب مالتها من تنزله بالمقام يصير موجب W تكعيب. Z أس سالب 1 تنزله للمقام يصير Z أس 1 واللي هو Z. يعني الناتج النهائي شباب راح يكون عندك هو 3 على Z زائد 3 على W تكعيب Z زائدا 3 على W تكعيب Z. ما بعد أروح وياكم للتمرين الآخر واللي هو 100% راح يمثل لي الفقرة 21 والفقرة 22. الفقرة 21 والفقرة 22. بالنسبة للفقرة 21 أيضا نستعمل مفهوم التجزئة، بحيث راح نجي نقول الناتج يساوي 13 A أس 9 B أس 6 C أس 5 على 13 A أس 5 B أس 3 C تربيع ناقصا 52 A أس 7 B أس 4 C أس 6 على 13 A أس 5 B أس 3 C تربيع. راح تيجي تقسم الرقم على الرقم والحرف على الحرف. 13 ويا 13 تروح، فالناتج يساوي A أس 9 ناقص 5 هو 4 B أس 6 ناقص 3 هو 3 C أس 5 ناقص 2 هو 3 ناقصا 52 تقسيم 13 راح يطلع الناتج يساوي 4. إذا تنزل 4 A أس 7 ناقص 5 هو 2
بي أس 4 ناقص 3 هو 1. سي أس 6 ناقص 2 هو 4. وبالتالي الناتج يساوي A أس 4 B تكعيب C تكعيب ناقص 4 A تربيع B C أس 4. A تربيع B C أس 4. أما بالنسبة للفقرة 22 تجي تقسم 8 تقسيم 12 أو 8 وال 12 اثنيناتي من جدول ضرب الأربعة، ف8 تقسيم 4 هو 2، 12 تقسيم 4 هو 3. وبالتالي قسمة الرقم على الرقم انطاني 2 على 3. تجي للحروف تقول x أس 5 ناقص سالب 4 ويساوي 2 على 3 x أس 5 ناقص سالب 4. تقلب عملية الطرح إلى جمع وتقلب إشارة العدد الثاني، صار 5 زائد 4 هو 9، يعني يطلع الناتج هو 2 على 3 x أس 9. أما بالنسبة للفقرة اللي بعده هو عندنا الفقرة 23 وأيضا الفقرة 24. هنا نستعمل مفهوم التجزئة نفس التمرينات السابقة، بحيث أول ما تجي تبسط لي تقول الناتج يساوي، نزل خط الكسر، جذر 36 هو 6 m أس 6 زائد الجذر التكعيبي لل 27 هو 3 m أس 3 زائد 8 m تربيع على 4 m أس سالب 2. هسه نجي نجزئ نقول الناتج يساوي 6 m أس 6 على 4 m أس سالب 2 زائد 3 m تكعيب على 4 m أس سالب 2 زائد 8 m تربيع على 4 m أس سالب 2. ما بعده راح نسوي التالي. طبعا هنا 6 والأربعة 2 هنا أعداد زوجية قبلا القسمة على 2. 6 تقسيم 2 هو 3 والأربعة تقسيم 2 هو 2. إذا راح يطلع عندك الناتج هو 3 على 2 m أس، عند القسمة تطرح الأسس 6 ناقص سالب 2 زائد 3 على 4 قسمة الرقم على الرقم m أس 3 ناقصا سالب 2 زائد عندك 8 تقسيم 4 هو 2 m أس 2 ناقص سالب 2. 100% الناتج يساوي 3 على 2 m أس 6 ناقص سالب 2. هنا طرح قلبه إلى جمع وقلب إشارة العدد الثاني، يصير 6 زائد 2 هو 8 زائد 3 على 4 m أس 3 ناقص سالب 2 هو 3 زائد 2 واللي هو 5 زائد 2 m أس 2 ناقص سالب 2 هي 2 زائد 2 واللي هو 4. إذن الناتج يساوي 3 على 2 m أس 8 زائد 3 على 4 m أس 5 زائد 2 m أس 4. أما بالنسبة للتمرين اللي بعده يمثل الفقرة 24، 100% راح نجي أيضا نجزئ ونقول الناتج يساوي 72 n أس 7 على 9 n أس 5 ناقصا 63 n أس 6 على 9 n أس 5 ناقصا 54 n أس 5 على 9 n أس 5. طبعا هنا من تجي تقسم الرقم على الرقم تقول 72 تقسيم 9 هو 8 n أس 7 ناقص 5 هو 2 ناقصا 63 تقسيم 9 هو 7 7
n أس 6 ناقص 5 هو 1، انكتبه أو ما انكتبه ما يأثر. n أس 5 يروح ويا n أس 5 ناقصين 54 تقسيم 9 هو 6، يعني الناتج النهائي هو 8n تربيع ناقص 7n ناقص 6. أما بالنسبة للتمرينين الأخيرات اللي هو الفقرة 25 والفقرة 26، أخذ الفقرة 25 أشتغلها بشكل تفصيلي بحيث أيضا نجزئ وتجي تقول الناتج يساوي، نكتب الناتج يساوي، أنزل خط الكسر، 48 زائد أس 4، 48 زائد أس 4 على 4 زائد تربيع زائدين 16 زائد تكعيب على 4 زائد تربيع زائدين 8 زائد تربيع على 4 زائد تربيع. بالنسبة لنا شباب الناتج يساوي، عندك 48 تقسيم 4 راح يكون الناتج يساوي 12، 48 تقسيم 4 الناتج 12 زائد أس 4 ناقص 2 هو 2، لأن عند القسمة تطرح الأسس، زائد 16 تقسيم 4 هو 4 زائد أس 3 ناقص 2 هو 1، انكتبه أو ما انكتبه ما يأثر، زائد 8 تقسيم 4 هو 2 زائد أس 2 ناقص 2 هو 0، والزائد أس 0 هو 1، فإذا ما تكتبها، أو بصورة مختصرة تقول زد تربيع ويا زد تربيع تختصر، يبقى عندك 8 على 4 هو 2، وبالتالي الناتج النهائي هو 12 زد تربيع زائد 4 زد زائد 2. الفقرة الأخيرة الأحباب هو الفقرة 26، الفقرة 26 أيضا نجزئ، لأن انطاني مقدار جبري على حد جبري، وبالتالي الناتج يساوي، لاحظ راح تنزل خط الكسر تقول 12 m أس 5 n أس 4 على 3 m تربيع n تربيع زائد 9 m أس 4 n أس 2 على 3 m تربيع n تربيع زائدين 12 m تربيع n تربيع على 3 m تربيع n تربيع. 100% شباب الناتج يساوي 12 تقسيم 3 قسم الرقم على الرقم راح يطلع لك الناتج 4 m أس، عند القسمة تطرح الأسس، 5 ناقص 2 هو 3 n أس 4 ناقص 2 هو 2 زائد 9 تقسيم 3 هو 3 m أس 4 ناقص 2 هو 2، الn تربيع ويا الn تربيع تختصر، زائد 12 تقسيم 3 هو 4، الm تربيع ويا الm تربيع تختصر، والn تربيع ويا الn تربيع تختصر، إذا الناتج النهائي يساوي 4 m تكعيب n تربيع زائد 3 m تربيع زائد 4. طبعا إذا عجبكم الحل بكل تفاصيله وتمارينه ونتائجه أتمنى توصلون الفيديو لل10,000 لايك، بالإضافة إلى شاركوا لكل زملائكم وأحبابكم، لأن إعفائكم يمنى 100% بإذن الله. الأحباب تجدد فعلوا زر الجرس واشتركوا بالقناة، وراح تستفادون وتفيدون كل زملائكم. إن شاء الله ألتقي بكم بالدرس القادم، مع السلامة.